السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا وحبايبنا وحوش الصف الثالث الإعدادي. احنا كده وصلنا لنص منهج التاريخ. النهارده هشرح لك شرح وافي لكل الأحداث التاريخية، ركز معايا. بس قبل ما نخش الفيديو ما تنساش لايك، شير، سبسكرايب، وابعت لاصحابك الفيديو شير في الخير. يلا بينا ولادنا وحبايبنا، دلوقتي هنراجع مع بعض التاريخ. واحنا عندنا نص منهج التاريخ، عندنا الوحدة فيها 5 دروس بتبدأ فيها حكايتنا من أول ثورة 52 لحد ثورة 30 يونيو. تعال نرجع مع بعض كده ونفتكر مع بعض ونراجع كل فكرة وكل تركاية. يلا بينا بشرح مفيد وسلس. بس ما تنساش بقى ايه زي ما قلت لك في أول الفيديو، لايك، شير، ادعمنا كده، وابعت الفيديو لصاحبك عشان يستفيد. شير في الخير. دلوقتي يا اولادنا احنا المفروض عندنا اول حاجه في الوحده عندنا اللي احنا بنتكلم فيها على ثوره 23 يوليو. فاحنا ثوره 23 يوليو سنه 1952 بنتكلم فيها عن عوامل قيام الثوره، ايه الاسباب اللي ادت لقيام الثوره. تمام، نظبط بس دي، شكرا. عوامل قيام الثوره، ونتكلم عن اهداف الثوره، احداث الثوره، وهنتكلم على انجازات الثوره. وده الطبيعي يا اولاد، لان كل ثوره او اي حدث ثوري مهم بيكون ليه اهداف، وبيكون ليه عوامل قيام اسباب، وبيكون ليه احداث، وبالتالي بعد كده المفروض بيكون ليه انجازات او نتائج. اول حاجه بتقابلنا يا اولاد في درسنا وكتاب الامتحان مسهله عليكم، افتح كتابك يلا معايا ويلا بينا نفصص معلومه سوا. المراجعه حلوه وركز معايا في كل اللي احنا هنقوله. اول حاجه ان ثوره ال 23 يوليو اختلف عليها المؤرخين. ليه يا عم؟ يعني الناس شايفينها حلوه وناس شايفينها وحشه. قال لك لا، الاختلاف هنا قال لك ان هنا في جزء بيشوف ان هي ليها اهميه كبيره. ما تستهونش ببدايه الدرس، ما تستهونش، دي بيجي منها سؤال مهم. تمام، قال لك بتكتسب اهميه كبيره عشان ايه؟ عشان تركت اثار على اغلب الحركات التحرريه. يعني هي اثرت في حركات التحرر اللي موجوده فين؟ في البلاد الثانيه، وساعدتهم سواء بشكل عام في العالم كله او بشكل خاص في القاره الافريقيه. تمام، وقال لك برضو ان قياده الثوره ساهمت في تاسيس حركات دوليه زي حركه عدم الانحياز، اللي هو عدم الانضمام لاي من الكتلتين، سواء الكتله الشرقيه او الكتله الغربيه. لا انا معاكم ولا معاهم، انا مع نفسي. دي اسمها حركه عدم الانحياز. قال لك طيب، في جزء تاني المؤرخين بيقولوا ان الثوره دي ما بداتش من التاريخ ده، دي بدات من بدري قوي يا جدع. ده تاسس تنظيم الضباط الاحرار. تمام، فاحنا المفروض بنقول اللي بدا الثوره من وقت تاسيس الضباط الاحرار. لا، قال لك بدات الثوره. تمام، وكانت الثوره او كل الاحداث اللي حصلت دي كانت مكمل لنضال طويل للشعب المصري الثائر ضد الاحتلال وضد الفساد. يعني عايز يقول لك ان الثوره دي بدات او كانت بتتكون وبتتجهز من ايام الثوره العربيه اللي انت خدتها في الترم الاول. تمام، يبقى احنا كده عندنا جزئين. المؤرخين قالوا لك ان الثوره تمام حلوه وزي الفل. الجزء الاول بيقول لك الثوره كان لها تاثير كبير وتاثير عالمي في حركات التحرر، وان هي عملت حركات كبيره وعملت واسست حركات دوليه زي حركه عدم الانحياز. والجزء الثاني بيقول لك ان الثوره ما بداتش من تاسيس الضباط الاحرار او تكوين ضباط او تكوين المنظمه او تكوين الضباط الاحرار او الضباط الاحرار ايا كان. لا، ده الثوره بدات او كل الكلام ده جه مكمل لايه؟ لاحداث وفترات من نضال الشعب. مين؟ الشعب المصري الثائر ضد الفساد وضد الظلم. تمام، وبدات من الثوره العربيه
ودخلت ثوره 1919 وحد ما بنوصل لثوره 23 سنه 1952. هو يعني ايه يا مستر تنظيم الضباط الاحرار؟ خلي بالك التعريف ده مهم، ركز معايا في كل معلومه بنقولها. ده فيديو شرح منهج التاريخ ومراجعته او نص منهج التاريخ، سواء لطلاب ثالثه اعدادي وجزء من طلاب ثالثه ثانوي ربنا يوفقهم الايام الجايه. تمام؟ فقال لك تنظيم الضباط الاحرار ده هو مين اللي اسسه اصلا؟ قال لك اللي اسسه واحد اسمه جمال عبد الناصر. طيب قال لك ده عباره عن ايه؟ قال لك مجموعه ضباط. الضباط دول كانوا منين؟ ضباط جيش، يبقى ضباط من الجيش المصري. تمام؟ قال لك عملوا ايه؟ نظموا صفوفهم. نظموا ايه؟ صفوفهم في سريه. يبقى كده تنظيم الضباط الاحرار كان تنظيم سري ام علني؟ الله ينور عليك، سري. تمام؟ قال لك بهدف ايه؟ بهدف قيام ثوره للقضاء على الفساد، عشان يقضوا على الفساد، وكمان يحصلوا على استقلال مصر التام من الاحتلال الايه؟ البريطاني. قال لك لما بصينا لقينا ان عوامل قيام الثوره 6 عوامل ب6 اسباب مهمين جدا 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 جدا، ولازم تكون عارفهم بشرحهم وبتفاصيلهم وبتركاتهم. طيب تعالى الاول نتعرف على ال6 اسباب كده بشكل سريع، نعمل ريفرش للمعلومات. ان انت عندك اول سبب ان من عوامل قيام الثوره الضباط الاحرار شافوا ان في استمرار للاحتلال البريطاني. يعني من الاخر كده ان معاهده 1936 ما كانتش في صالح مصر. طب هتقول لي ازاي يا مستر؟ المفروض اللي هي ادت لمصر استقلال. اقول لك لا يا حبيب قلبي، ده كان استقلال سوري، وهنعرف ليه في لما نيجي نشرحها او نيجي نعيد شرحها تاني. طيب قال لك ايه اللي حصل؟ قال لك كمان كانت الحاجات اللي مضايقه الجيش او تنظيم الضباط الاحرار هو هزيمه مصر او الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. برضو من الحاجات اللي كانت مضايقه تنظيم الضباط الاحرار هو فساد النظام الملكي واستبداده بالحكم. برضو من الحاجات اللي كانت مضايقه الضباط الاحرار سوء الاحوال الاجتماعيه، سوء الاحوال الاقتصاديه، عدم وجود حياه ديمقراطيه سليمه. مفيش حياه ديمقراطيه ايه؟ سليمه. تعال نشوف الاحداث. صلى على الرسول بقى وانت قاعد فاضي كده وبتتفرج اهو، منك بتذاكر ومبسوط وبتكسب حسنات وربنا بيصلي عليك 10 مرات وبترفعنا انا درجه وبتزيد انت درجات، فصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال لك اول حاجه الثوره قالت لك انا شايفه ان الاحتلال لسه مستمر. مصر ما خدتش استقلال ولا حاجه، ده كلام فاضي، ده ضحكوا علينا. يا لهوي، امال ليه يا عم؟ ايه الدليل على كلامك ده؟ هقول لك يا عم صلي بينا على النبي. دلوقتي في ملك اسمه الملك فاروق. الملك فاروق ده المفروض ان هو بيحكم مصر، يعني المفروض هو ليه السياده الكامله على ايه؟ على ارضه. الراجل ده اختلف مع رئيس الوزراء بتاعت حكومته فاستقال. الاجنبي ليه ان هو يتدخل؟ اقول لك لا، مالوش. ليه؟ لان مصر المفروض حصلت على استقلالها. اللي حصل هرجع افكرك حصل في الترم اللي فات. تمام؟ ان ساعتها حصل عفوا، ان ساعتها حصل ان الجيش البريطاني قام بمحاصره ايه؟ حاصر ساعتها قصر عابدين. طب ليه يا مستر؟ قال لك عشان يجبروا الملك فاروق على توليه مصطفى النحاس او تعيين مصطفى النحاس رئيسا للايه؟ للحكومه. طب يعني ينفع دوله تانيه تجبر رئيس دوله او حاكم دوله تانيه على ان هو يعين رئيس للحكومه او يعين شخص ما للحكومه بالذات هو لا عشان هم اللي عاوزينه؟ يبقى فعلا الدوله دي حصلت على استقلالها؟ اقول لك لا. يبقى اللي كشف الحوار كله ان معاهده 1936 لم تحقق الاستقلال الحقيقي لمصر. طيب ايه الدليل؟ قال لك الدليل ده ان قوات الاحتلال البريطاني ساعتها قامت بمحاصره قصر عابدين اللي هي حادثه فبراير 1942 عشان يجبروا ساعتها الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومه. طيب قال لك بعد كده، قال لك ان الجيش كمان انهزم في حرب فلسطين يا مستر. هقول لك طيب هو احنا ليه ننهزم في حرب فلسطين؟ هقول لك يا حبيب قلبي ولادي العم، دول كوتوموتو بطوتو، مين مامي بتاعتهم اللي بتدعمهم طول عمرها من يوم ما اتوجدوا اصلا على الدنيا وان شاء الله ينتهوا باذن الله قريب؟
مين؟ امريكا، الولايات المتحده الامريكيه. قال لك دعم الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا كان السبب في هزيمه الجيش المصري في حرب 1948. طب في ايه تاني؟ قال لك عدم استعداد الجيش المصري والجيوش العربيه عسكريا، ما كناش مستعدين للحرب، ما عندناش اي استعداد للحرب. طب ايه تاني؟ قال لك من الحاجات برضو اللي كانت من اسباب الثوره، قال لك فساد النظام الملكي. طب ايه اللي حصل؟ قال لك اول حاجه الدليل على فساد النظام الملكي هو استبداد الملك فاروق. استبداد الملك ايه؟ فاروق بحكم مصر. يعني من الاخر كده كان حكم مطلق فردي. هتقول لي الله، طب ما ايه الجديد؟ ما من يوم ما محمد علي حكم مصر واحنا بنتحكم حكم مطلق فردي. هو يعني كان لنا رأي؟ احنا من بعد الزعامة الشعبية ومحمد علي من الترم اللي فات وانت حكيت لنا يا مستر، تمام، واحنا عارفين ان الزعامة الشعبية خلاص كده متكلمش، مش هتفتح بقها، الزعامة الشعبية انتهت دورها بنفي عمر مكرم، ومن ساعتها خلاص بقى الحكم مطلق ايه؟ فردي. جه ساعتها محمد علي قعد يعمل شويه همبكه كده ويعمل شويه مجالس سوريه، لكن الحكم في الاخر والراي في الاخر راي مين؟ راي محمد علي. فاكيد كل سلالته هتكون برضه نفس الكلام. طب ايه الاختلاف؟ اقول لك حبيب قلبي، اللي اتغير احنا، اللي اتغير الشعب. الشعب ادرك، الشعب فهم، الشعب عرف حقوقه وعرف واجباته. عشان كده كانت مهمة المحتل ان هو يعميك عن حقوقك وينسيك اي طلب من طلباتك ويلهيك باحداث عشان في الاخر يسلبك او ياخد منك ويسرق منك ارادتك. خلصت. فتعمل ايه؟ انا عايز كذا، فانت تنسى اساسا انت عايز ايه. انا عايز ابقى حر، تنسى ان انت حر اصلا. تمام؟ طب ايه اللي حصل؟ قال لك ان الملك فاروق كان مستبد بالحكم، فهو كده ما اختلفش حاجه عن اللي قبله. اقول لك بالفعل هو ما اختلفش حاجه عن اللي قبله. طب ايه اللي حصل؟ قال لك اللي حصل ان الشعب وعي والشعب فهم وعرف. تمام؟ وده بدليل كل الاحداث اللي سواء درسناها في الترم الاول واللي درسناها في الترم الثاني. قال لك في نفس الوقت ان انتشر الرشاوي في عهد في عهد النظام الملكي او في عهد الملك فاروق، زي اللي حصل في صفقه الاسلحه الفاسده. واللي حصل في صفقه الاسلحه الفاسده دي يعتبر سبب برضو من اسباب الهزيمه في حرب 1948 اللي هي حرب فلسطين. قال لك برضو من الحاجات اللي هي كانت مضايقه الناس والجيش وادت لقيام ثوره 23 يوليو هو عدم وجود حياه ديمقراطيه سليمه. ليه؟ دلوقتي مصر محتله ام مستقله؟ محتله. هتقول لي يا مستر معدل 36، اقول لك يا حبيب قلبي اعطت لمصر استقلالا سوريا غير حقيقيا، يعني شكليا، غير حقيقيا يعني ايه؟ يعني شكليا. طيب قال لك في نفس الوقت فساد النظام الملكي، يعني فساد النظام الملكي برضه هيؤدي لعدم وجود حياه ديمقراطيه سليمه. حبيب قلبي حياه ديمقراطيه او كلمه ديمقراطيه يعني من الاخر كده هو حكم الشعب. حكم الايه؟ الشعب. الشعب بيحكم؟ لا. مين اللي بيحكم؟ الملك. بياخد رأي حد؟ لا. بيشور حد؟ لا. طب هو حكم مطلق فردي، صح ولا لا؟ صح. يبقى كده في حاجه ديمقراطيه؟ اقول لك لا، يبقى مفيش حاجه ديمقراطيه. تمام؟ اساسا البلد ذات نفسها محتله. كمان فساد الاحزاب السياسيه. فساد الاحزاب الايه؟ السياسيه. مش بس كده، الاحزاب السياسيه المفروض ان هي بترعى مصالح الشعب، بتعمل للمصلحة العامة وليست المصلحة الشخصية. اللي حصل ان هم ابتدوا يحلموا يوصلوا للكرسي، واول ما حلموا يوصلوا للكرسي حصل ما بينهم الصراع من اجل الوصول للحكم. طيب ايه الحياة الاقتصادية؟ قال لك الحياة الاقتصادية، قال لك ان احنا عندنا في معاهدة اسمها معاهدة 1936، والسؤال الاشهر هنا هيجي لك سؤال ربط اللي هو ما العلاقة؟ ما العلاقة؟ ما العلاقة بين معاهدة 1936 وتدهور الحياة الاقتصادية قبيل الثورة أو قبيل الإيه؟ ثورة 23 أو قبل ثورة 23 يوليو. طيب أنا دلوقتي معاهدة 1936
وتطور اقتصادي. ارجع اقول لك يا حبيبي افتكر الترم الاول ان معاهده 1936. تمام، ايه اللي حصل؟ قال لك ان هي ادت لمصر استقلالا، بس في نفس الوقت قالت ان مصر هتكون تحت سيطرتها. تمام، سواء الموارد بتاعتها، الشعب، ايا كان هيكون تحت ارادتها وقت الحرب. وقت الايه؟ وقت الحرب. يعني من حق بريطانيا تستغل الموارد، تاخد الشعب تخليه ينضم للجيش، كل الكلام ده. يعني من الاخر سواء عناصر بشريه او موارد طبيعيه او غير طبيعيه هتبقى تحت سيطره مين؟ تحت سيطره بريطانيا قصدي، وقت الايه؟ وقت الحرب. طيب ايه اللي حصل؟ قال لك اللي حصل ان معاهده 36 جعلت من مصر ميدانا، جعلت من مصر يا اولاد ميدانا للمعارك. معارك الايه؟ معارك الحرب العالميه الثانيه. يعني كده حرب عندنا، اقول لك ما هو بريطانيا دي عامله زي الايه؟ اللي بيروح يشتم واحد قدام بيته، يلا يا بيت يا اللي ما فيكوش راجل، واللي عاوز بيجي لي، انا ساكن في الشارع الفلاني في البيت الفلاني، تعال. طب هو قال عنوانه؟ لا. قال هو قاعد فين؟ لا. بريطانيا عامله كده، راحت تتخانق وعملت حرب وقالت اللي عاوز يزعلني ويضايقني مصر اهم جزء عندي. فالمفروض العدو هيعمل ايه؟ هيروح يضرب لك ايه؟ في الجزء اللي بيزعلك او اللي بيضايقك. يلا بقى. تمام؟ طب هو فعلا بيزعله وبيضايقه؟ لا، بس بعيد عني. فكده مين اللي متضرر؟ مصر. مين اللي طلع عين اهله؟ مصر. تمام، يبقى هنا مصر هنا اصبحت ميدانا لمعارك الحرب العالميه الثانيه واستنزاف موارد مصر لخدمه ايه؟ لخدمه بريطانيا وكمان حلفائها. طب هينتج عن ده ايه؟ اجي اقول لك ما النتائج المترتبه هنا. ما النتائج المترتبه على استنزاف موارد مصر لخدمه بريطانيا اثناء الحرب العالميه الثانيه؟ هتقول لي نتج عن ده حاجتين. اول حاجه ارهاق الاقتصاد المصري، زياده معاناه افراد الشعب. ارهاق الاقتصاد المصري، زياده معاناه الشعب. ارهاق الاقتصاد المصري، زياده معاناه الشعب. صلى على رسول الله. طيب بعد كده قال لك ان احنا عندنا سوء الاحوال الاجتماعيه. قال لك احنا مش دلوقتي عندنا اساسا صراع سياسي ما بين الاحزاب؟ هقول لك ايوه. يعني كده سابوا المصلحه العامه واتجهوا للمصالح الشخصيه من اجل الوصول للحكم. تقول لها يا مستر فعلا. هقول لك يا حبيب قلبي، ما الصراعات السياسيه ما بين الاحزاب هتوصلني في الاخر لايه؟ لعدم وجود سياسات واضحه وثابته للاصلاح الاجتماعي. هاجي اقول لك انا هنعمل وهنسوي ويلا ويلا، اول ما اوصل مع نفسك يا حمار، يلا باي. طب وانا؟ طب والوعود والعهود واللي بينا وايه؟ انت نسيتني خلاص كده؟ قال لك لا، ما انا دلوقتي مش فاضي، انا عندي صراعات سياسيه بين الاحزاب بيننا وبين بعض. تمام، فما بقتش في سياسات واضحه ولا ثابته تمام للاصلاح الاجتماعي. قال لك طيب في عندك برضه ظهر في الوقت ده ظاهره الراجل ابو كرش. مين ده؟ هو ظاهره الاقطاع. مين الاقطاع ده يا مستر؟ قال لك الاقطاع ده من الاخر حصل وظهر نتيجة ايه؟ سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية. سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية ده خلى فئة صغيرة تمتلك وتستبد، تحكم. تمام؟ فظهرت الفقر والجهل والمرض، مثلث الرعب. مثلث الرعب هو الفقر والجهل والايه؟ والمرض. فبقى في ظاهره الاقطاع. الاقطاع ده الناس شويه ناس صغنطاطين كده قد كده اهو، تمام، بيملكوا قد كده اهو اراضي قد كده. والناس اللي هم كتير يا عيني عندهم جهل وعندهم فقر وعندهم ايه؟ مرض. صلى على رسول الله. طيب صلى على رسول الله. قال لك يا مستر طب الثوره كده انا عرفت اسبابها. طب اي ثوره بتقول لك الاسباب، الحاجات اللي مضايقاني والاهداف، انا عايز دي اهداف. قال لك قال لك وزي ما اساتذتنا الله يمسيهم بالخير تمام ويجازيهم عننا خير الجزاء، قال لك يا ولا ما تتعبش دماغك، اهداف الثوره 6. اهداف الثوره ايه؟ 6. 3 قضاء، 3 اقامه، 3 قضاء، 3 اقامه.
تمام. قال لك الثلاثه القضاء، اول حاجه القضاء على الاستعمار، القضاء على الاستعمار، والقضاء على الاقطاع، والقضاء على الاقطاع، القضاء على الاحتكار، وسيطره راس المال على الحكم. ليه؟ الناس في الوقت ده شافت ان مين اللي بيحكم؟ الملك ولا الفلوس؟ الفلوس. اللي معاه الفلوس هو اللي بيقدر يسيطر، هو اللي بيقدر ياخد زي ما بقول لك كده، زي هنا مثلا هو يقول لك ايه، انا هدفع فلوس ولا هدايا للملك عشان اخد البشويه، لما اخد البشويه هيبقى ليا صلاحيات كتيره جدا. تمام. فهنا مين اللي بيسيطر على الحكم؟ المال، الفلوس، الماني. طيب إقامة جيش وطني، عدالة اجتماعية، حياة ديمقراطية. إقامة جيش وطني، عدالة اجتماعية، حياة ديمقراطية. طيب الجزئية دي مهمة، بيجي منها أسئلة. تمام. سواء أكمل، سواء صح وغلط. تمام. سواء من يكون. تمام. المهم ايه اللي حصل؟ قال لك ان في يوم 23 يوليو 1952 اتحرك الضباط الاحرار وسيطروا ساعتها على المواقع المهمه، واصبحت القاهره باكملها تحت سيطره قوات الثوره. طب ايه اللي حصل؟ قال لك لحد ما نيجي يجي الصبح بقى. تمام. في الساعه 7:30 صباحا. في الساعه كام؟ 7:30 صباحا. ايه اللي حصل؟ قال لك اللي حصل انه اذيع البيان الاول للثوره بالاذاعه المصريه. طب مين اللي اذاعه؟ محمد انور السادات. طب مين اللي اذيع باسمه البيان الاول للثوره؟ اللواء محمد نجيب. تمام. طيب هنا لما الملك فاروق شاف كل اللي بيحصل ده، قال لك خلاص بقى، خلاص يا دياروق، الناس مش عايزاك والجيش مش حبك، هتنازل عن العرش. بس هتنازل عن العرش لمين؟ لابني الطفل الرضيع احمد فؤاد الثاني، وهسيب البلد وامشي الساعة 6 يوم 26 يوليو 1952. طب هو ليه وافق بالسرعه دي؟ ما انا لسه قايل لك، لانه ادرك ان الجيش والشعب يكرهان حكمه، بالاضافه ان الانجليز اتخلوا عنه. صلى على رسول الله. في الانجازات بالله عليك لازم تفرق. في الانجازات لازم تفرق. طب يا مستر انا لازم افرق ايه؟ لازم تفرق يا حبيب قلبي، يا نن عيني، يا ولدي، يا اخويا الصغير، انت يلا لازم تفرق ما بين الانجازات دي سياسيه في المجال السياسي، او في المجال الاجتماعي، او في المجال الاقتصادي، او في المجال الدولي العربي. لازم تفرق، ما يلخبطكش. عشان كده الحته دي لازم تتفصص واحده واحده. احنا عندنا اول حاجه المجال السياسي. ايه اللي حصل فيه؟ قال لك اللي حصل، نبتدي كده باول حدث عندنا اللي هو ديسمبر 52. قالوا لك احنا كان في دستور اسمه دستور ايه؟ 1923. تمام. احنا هنلغيه. يبقى اول حاجه عملوها في المجال السياسي الغاء دستور 1900 كام؟ 23. طيب بعد كده في السنه اللي بعدها قال لك هنحل الاحزاب السياسيه، مش هو في ما بينهم صراع وعاملين مشاكل وقله ادب وبتاع، خلاص بقى يلا ادي انت وهو من هنا، يا بيتك. تمام. قال لك طب بعد كده سنه 53 برضه، بس في شهر يونيو ايه اللي حصل؟ قال لك تم الغاء الملكيه واعلنوا بدلها الجمهوريه، وتعين ساعتها محمد نجيب اول رئيس للجمهوريه المصريه. تمام. قال لك طب بعد كده، قال لك هنيجي شهر اكتوبر 1954 وبنوقع اتفاقيه الجلاء مع الاحتلال البريطاني. تمام. وهنديهم مهله يمشوا من البلد، هتكون مدتها 20 شهر. وبالفعل بنيجي يوم 18 يونيو 1956 ورحلت فيها القوات البريطانيه عن مصر بعد احتلال قعد قد ايه؟ ولا 74 سنه. انت متخيل؟ الانجليز قعدوا في مصر 74 سنه. وما شاء الله عليك انت في الانجليزي فرود. اهل اللغه نفسهم بيخافوا منك، يلا بيترعبوا منك.
تمام. طيب بعد كده قال لك يوليو سنه 56 قال لك ايه اللي حصل؟ قال لك تم تأميم شركه قناه السويس لتصبح ايه؟ لتصبح شركه مساهمه مصريه، لتصبح شركه مساهمه ايه؟ مصريه. طيب في المجال الاقتصادي قال لك يا حبيب قلبي اول حاجه ان انا ههتم بالزراعه. طب يا عم انت هتهتم بالزراعه تعمل ايه؟ قال لك ثوره 23 يوليو اهتمت بالزراعه فعملت حاجتين مهمين جدا. ابتدت تتوسع في استصلاح الاراضي الزراعيه، تمام؟ استصلاح الاراضي قصدي الصحراويه، انها تحولها من اراضي صحراويه لاراضي زراعيه، وقالت لك كمان هبني السد العالي، ويعتبر السد العالي ده تم انجازه امتى؟ سنه 1971. يعني لما يجي يقول لك تم افتتاح في عهد او تم انجاز السد العالي في عهد من او من يكون، هتكتب ايه؟ قول ايوه جمال عبد الناصر. الله اكبر عليك، الله اكبر، الله اكبر يا حبيبي، ما شاء الله، احلى كوبايه برسيم على عيونك. لا، هو التاريخ بيقول لك سنه كام؟ 1971. كان جمال عبد الناصر مات وشبع موت اصلا. طب مين اللي افتتحه او تم انجازه في عهد مين؟ في عهد محمد انور السادات. اوعى يلعب عليك في النقط اللي ما بين السطور دي. تمام. نرجع بقى لموضوعنا. طب السد العالي فادنا بايه؟ قال لك حمى البلد من خطر الفيضان، خزن الميه وولد الكهرباء، خزن الميه وولد الايه؟ الكهرباء. صلى على رسول الله. طيب بالنسبه للصناعه قال لك الثوره اهتمت بالصناعه فعشان كده عملت مصانع، منها مصنع حديد وصلب بحلوان، عملت مصنع أسمدة بأسوان، اهتمت بالتعليم الصناعي، اهتمت بمراكز التدريب المهني، تمام، واهتمت بالبحث والتنقيب عن البترول فعملت معامل لتكليل عملت معامل لتكرير الايه؟ البترول. صلى على رسول الله. طب في التجارة قال لك الثورة اهتمت بالتجارة. ايه دليلك يا عم الحاج؟ طب الامتحان هو مفصل لك كل حاجة، واحنا كمان بنجيب لك التركات اللي ما بين السطور واللي اتكررت كتير في الامتحانات السابقه. تمام؟ فبالله عليك ركز معايا. تمام؟ قال لك ايه الدليل على الكلام ده؟ قال لك ان هم فتحوا اسواق خارجيه عشان يسوقوا المنتجات المصريه. لما اجي اقول لك بما تفسر قامه الثوره بفتح اسواق خارجيه، اهو قدامك الاجابه: لتسويق المنتجات المصريه، لتسويق المنتجات المصريه. قال لك طب بعد كده قال لك تمصير البنوك وشركات التأمين وشركات التصدير وكمان الاستيراد. صلى على رسول الله. قال لك طب بالنسبة للمجال الاجتماعي قال لك المجال الاجتماعي اللي كان مضايق الشعب هو ظاهرة الإقطاع. قال لك خلاص يبقى القضاء على الإقطاع وأعوان، القضاء قصدي على الإقطاع. طب ده هيتحقق إزاي؟ قال أو حصل إزاي؟ قال لك ساعتها الثورة أصدرت قانون اسمه قانون الإصلاح الزراعي. الأول امتى؟ في سبتمبر 52. ثم بعد كده ابتدوا يصدروا عده قوانين للاصلاح الايه؟ الزراعي، ومنها حددوا الملكيه الزراعيه 50 فدان، 50 فدان للفرد، تمام؟ وده زاد تملك الفلاحين للاراضي. قال لك برضه من الحاجات اللي تمت في المجال الاجتماعي وهي مجانيه التعليم، ان التعليم اصبح من المجان في جميع المراحل من قبل الجامعه والجامعه. طيب ايه تاني؟ قال لك اتعمل ساعتها وحدات صحيه، جمعيات زراعيه، حددوا ساعات العمل، وابتدوا يشاركوا العمال في مجالس الاداره والمصانع، وحددوا كمان لهم نسبه من الارباح. اصدروا قوانين للتامينات الاجتماعيه اللي هي المعاشات يا اولاد للموظفين والعمال، ادوا المراه حق الانتخاب والترشح لمجلس الامه. صلى على رسول الله. طيب المجال العربي الدولي قال لك ان ساعتها الثوره ساندت الدول العربيه والافريقيه عشان ايه؟ عشان تحصل على استقلالها. ما احنا كان عندنا دول كتيره جدا، دول كتيره محتله زينا، تمام؟ زي ان هي ساعدت السودان، الجزائر، تونس، المغرب، تمام؟ وساهمت في استقلال كل من الكويت، العراق، اليمن، كينيا، تمام؟ وابتدت كمان تأيد وتساند لحد دلوقتي الشعب الايه؟ الفلسطيني. ده من زمان جدا احنا بنؤيد وبنأيد، وكلنا انا بأيد وغيري 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 وغيري، فكلنا بنؤيد الايه؟ الشعب الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني، والقدس عاصمة فلسطين.
تمام؟ في دولة ايه؟ في دولة مستقلة عاصمتها ايه؟ القدس الشريف. وساعتها اتعمل أول تجربة للوحدة العربية بيننا وبين مين؟ بين مصر وسوريا. سنة كام؟ 1958. مش بس كده، قال لك ما فيش حاجة اسمها احتكار سلاح. انا اجيب السلاح من المنطقه اللي انا عايزها، فكسرنا احتكار السلاح العالمي وعملنا صفقه الاسلحه الشرقيه. كمان شكلنا حركات دوليه اللي هي حركه عدم الانحياز. حركه عدم الايه؟ الانحياز. وده ظهر دور مصر الرائد مع كل من ايه؟ قال لك دوله الهند كانت معانا، ودوله اسمها يوغوسلافيا ده كانت موجوده زمان، تمام، واندونيسيا. واتعمل المؤتمر فين؟ قال لك اسمه مؤتمر باندونج. مؤتمر ايه؟ باندونج. اتعمل فين؟ في اندونيسيا. طيب دلوقتي يا اولاد بنتكلم على قضيتنا وقضيه العالم العربي كله وقضيه مصر من الدرجه الاولى، وهي القضيه الفلسطينيه. هنتكلم ازاي ظهرت القضيه الفلسطينيه، وايه سبب نشأة القضيه الفلسطينيه، وايه اللي وصلنا لكل اللي احنا فيه. الدرس ده لو انت شايفه مجرد درس في منهجك بتدرسه وخلاص، فانا بقول لك ان ده هتسأل عنه يوم الدين امام الله عز وجل، لان انت من بعدينا هتكونوا الجيل اللي هتعرفوا اولادنا اللي هيجوا بعد كده واحفادنا القضيه دي، وازاي بدأت وازاي وصلت لحد اللي احنا فيه ده دلوقتي. تمام؟ فدي امانه علميه، تمام، وامانه دينيه، وامانه دنيويه في الدنيا وفي الاخره. فلازم ان هو انت تتعامل مع الدرس ده، مش ان انت بتتعامل معاه ان هو همتحنه في الامتحان وخلاص وانساه. ده لا يمكن يتنسي، لا يمكن يتنسي. صلى على رسول الله. تعال نحكي الحكايه من اولها. قال لك اول حاجه القضيه الفلسطينيه دي نشأت ازاي؟ قال لك فلسطين هي مش مجرد لنا دوله وخلاص، او ان هي جزء من الوطن العربي. لا، فلسطين بالنسبه لنا زي الروح. احنا الجسد، فلسطين الروح. فلسطين هي الايه؟ هي روح العالم العربي. طب ليه؟ قال لك لانها مهم جدا، مهمه قوي بالنسبه للمسيحيين ومسلمين. طب ليه؟ قال لك اقول لك يا عم، ده اتولد فيها سيدنا المسيح، سيدنا عيسى عليه السلام. كمان اسرى اليها سيدنا محمد حبيبي وحبيبك، صلى عليه افضل الصلاه والسلام. وكمان فيها المسجد الاقصى، اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. المسلمين والمسيحيين كانوا عايشين هناك والدنيا تمام، امان، مفيش اي حاجه، لحد ما الحرب العالميه الاولى بتخلص وبتسقط الدوله العثمانيه، وبتبتدي بريطانيا تحقق اتفاقاتها اللي كانت بتتم مع ديكتاتور هرتزل، تمام، ان هي هتعمل لهم وطن قومي. فبيظهر واحد الله يسامحه، تمام، اسمه بلفور، اسمه جيمس بلفور. وساعتها ادى واحد اسمه وعد بلفور. ايه اللي حصل؟ قال لك بريطانيا هنا قالت ان فلسطين مهمه جدا، عشان كده قالت لك انا هنا بأيد وبحط 10 صوابع بتوعي باكد بيهم ان فلسطين هتبقى وطن قومي لليهود. فتم اصدار وعد بلفور، تمام. وهنا بريطانيا تتعهد ببذل مساعيها ان هي تسعى بكل جهدها، تمام، لانشاء وطن قومي لليهود. طب الوعد ده بنقول عليه ايه او بنوصفه ايه؟ قال لك وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وعد حرامي لحرامي. دي بتاعتك؟ لا. طب انت تستحقها؟ لا. يبقى انت بتحكم في ايه؟ البيت بيت ابونا وبلفور وها جم يطردونا، تمام. قال لك فده وعد من لا يملك لمن لا ايه؟ لمن لا يستحق. قال لك طب ايه اللي حصل؟ قال لك اللي حصل ان الاحداث بتبتدي تتغير من بعد الحرب العالميه الثانيه، بنوصل سنه 1920 ان بموجب نظام الانتداب، ان ساعتها حصل ان تم وضع بريطانيا تحت الانتداب البريطاني، تحت الانتداب الايه؟ البريطاني. فساعتها قررت دول الحلفاء اللي هي الدول المنتصره في الحرب العالميه الاولى
انها تحط فلسطين تحت الانتداب البريطاني. تصرف انت بقى في فلسطين زي ما انت عايزه. يلا ريحتك اهو، اللي انت عاوزاه خديه. تمام، عشان تنفذي وعدك. وفي نفس الوقت في وعد اسمه وعد بلفور. فالاحداث كلها في حاجه في الايام الجايه هتحصل. وبعد كده مؤتمر اسمه مؤتمر سان ريمو سنه 1920 ادى لبريطانيا حق الانتداب على ايه؟ على فلسطين. يعني من الاخر كده ان الاول بدانا بوعد بلفور ان احنا هنبذل كل جهدنا عشان نعمل لكم وطن قومي في فلسطين. طيب بعد كده نيجي سنه 1920 يحصل مؤتمر اسمه مؤتمر سان ريمو، تمام، بايطاليا، اللي بموجبه اصبحت فلسطين تحت الانتداب الايه؟ تحت الانتداب البريطاني. يا لهوي. طب يعني ايه اصلا؟ يعني في هنا معلومه حلوه جدا كتاب الامتحان يشكر عليها. تمام؟ يعني ايه اصلا انتداب؟ انا مش فاهم يعني اصلا كلمه انتداب. اقول لك يا حبيب قلبي، انتداب ده نظام. مين اللي عملته؟ قال لك اللي عملته ساعتها عصبه الامم، مجموعه من الدول، بعد ما خلصت الحرب العالميه الاولى. وده كان شكل من اشكال الاستعمار بس شيك كده. تمام؟ والنظام ده بموجبه يتم وضع الدول التي كانت تابعه للدول المنهزمه، سواء المانيا، تركيا، الدوله العثمانيه، في الوقت ده تحت اداره الدول المتقدمه. يعني الدوله العثمانيه كان من املاكها فلسطين. طب فلسطين دلوقتي ما بقاش ليها حد خلاص، ما هو الدوله اللي كانت تابعه ليها وقعت. هنعمل ايه؟ نشوف دوله متقدمه تتبناها بقى وتبقى تحت قيادتها. يبقى ده اسمه نظام الايه؟ اسمه نظام الانتداب. صلى على رسول الله. طيب ايه اللي حصل؟ قال لك ابتدوا ينفذوا وعد بلفور. فساعتها قررت الحكومه البريطانيه ان هي تاخد عده اجراءات. وانت عشان تنفذ الوعد فعملت ايه؟ قالت لهم خلاص، راشيل وشيلح ومتشيلح ومتشلوح، لموا بعضكم شنطكم وعيالكم، يلا يلا يلا، انا سمحت لكم بالهجره. فاول حاجه عملتها السماح بهجره اعداد كبيره من اليهود من جميع انحاء العالم لفلسطين. امشوا. طب الفلسطينيين قال لك خلاص عادي، هيعيشوا في وسطنا عادي، وهم عايشين في كل الاراضي عادي، احنا بنتعامل معاهم عادي، مش فارق معانا، مش مشكله. قال لك مش بس كده، بريطانيا قالت لك من حقهم ان هم يتملكوا الارض. يعني ايه؟ يعني ساعتها سمحت بانتقال ملكيه الاراضي من عرب فلسطين، تمام، الى اليهود عن طريق ايه؟ الشراء. انت عايز حته ارض ايه؟ ادفع. ومعاهم فلوس طبعا. ما مين مامتهم؟ امريكا. طيب ايه اللي حصل؟ طب الشعب الفلسطيني وقف ساكت؟ قال لك لا، الشعب الفلسطيني عمل حركات وطنيه كبيره جدا. طيب الحركات الوطنيه دي بدات من ايه؟ قال لك ما بين 1920 لحد 1939، وكان اخطرهم حاجتين، انتفاضه وثوره. الانتفاضه سنه 29، طب الثوره سنه 1936. هتقول لي ايه ده؟ التاريخ ده انا سمعته قبل كده، هو ده مش تاريخ معاهده 1936 هنا في مصر؟ اقول لك ايوه يا جدع، برافو عليك، برافو، صح، نفس التاريخ ده حصلت الثوره في فلسطين بقياده اللجنه العربيه، بقياده اللجنه العربيه. بريطانيا قالت لهم ما تحسسونيش ان انا السبب يا جماعه، انتوا في ايه المشاكل اللي انتوا عاملينها دي؟ انتفاضه وثوره وضرب في بعض، عيب كده، ما ينفعش، احترموا ان انا بينكم. طب بصوا، انا عندي اقتراح ممكن يحل المشكله اللي انا اصلا عاملاها، وان انا اقدر احلها، بس انا هقدم اقتراح. طب ما نقسمها. هو ايه اللي تقسمها؟ قال لك هنعمل دوله عربيه. حلو حلو ماشي، وبعدين وهنعمل دوله يهوديه. حلو مش حلو. وهنعمل منطقه دوليه. هي دي ارضي صح؟ بلدنا صح؟ اراك توزع من مال امك. انا اسف في الكلمه، انت مالك؟ يعني انت باي حق بتقسمها؟ اقول لك لا لا حبيبي، انا بقدم مقترح. طب انت موافق على اللي انت بتقوله؟ لا. هنا امتنعت بريطانيا عن التصويت، قالت لك ماليش دعوه، انا شايف ان في مشكله
انا اللي عملتها فقلت احلها. لكن انا بقى اقول رايي موافقه او رافضه، لا دي بتاعتكم براحتكم بقى. طب اليهود موافقين؟ موافقين اي حاجه نطولها بقى وكده كده هناخد الباقي براحتنا. طيب العرب رفضوا، فلسطين رفضوا، والعرب رفضوا. رفضت الدول العربيه مشروع الايه؟ مشروع التقسيم. طب اليهود وافقوا، وابتدت هنا العصابات اليهوديه المسلحه ترتكب المذابح وتطرد العرب من اراضيهم وبيوتهم. وفي ابشع مذبحه عملوها، تمام، اللي هي مذبحه دير ياسين. ما تختلفش كتير عن اللي بيحصل دلوقتي، بس الفرق ما بين زمان ودلوقتي ان دلوقتي بقى العالم قريه صغيره كله في التليفون، لكن زمان كان بيحصل ابشع من ده بكتير بس ما كانش حد بيشوف. طيب بريطانيا قال لك امتنعت على التصويت. بس براحتكم بقى. يا لهوي الامطار. يا رب كريم اشوف دي في الفيديو. ما تقلقش، تمام اهو شغال شغال. طيب موقف بريطانيا، قالت لك لا خلاص بقى انا همتنع على التصويت انتوا براحتكم. طيب ايه اللي حصل؟ قالت لك انا كده 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 اصلا بريطانيا انا همشي يوم ايه؟ 14 مايو 1948. اول ما بريطانيا خرجت يا دوبك حطت رجلها كده مشيت. اسرائيل تاني يوم اعلان قيام دولة اسرائيل يوم 15 مايو 1948، اليوم الاسود على العالم العربي كله. تمام؟ وساعتها اللي اعترف بيها مين؟ قال لك طبعا الولايات والاتحاد السوفيتي سابقا اللي هو روسيا دلوقتي. طب ايه اللي حصل يا مستر؟ قال لك لا لا لا، ما هو العرب زمان بقى احنا مش هنسكت. يعني ايه تقام دوله اسمها دوله اسرائيل؟ انتوا مين اصلا؟ انتوا مجرد عصابات. لا احنا هنعمل حرب اسمها حرب فلسطين 1948. قال لك الحرب دي اسبابها ايه؟ قال لك نصره وانقاذ الشعب الفلسطيني للحقهم من بطش مين؟ من بطش اليهود والعصابات اليهوديه. والعصابات ايه؟ اليهوديه. قال لك وفي نفس الوقت نساعد الشعب الفلسطيني ان هو يعمل حكومه وطنيه على ارضه. طب ايه اللي حصل؟ قال لك في الاول في بدايه الحرب الانتصار كان حليف العرب. الحمد لله. يقول لي طب ما حلوه يا مستر ده الدنيا زي الفل. اقول لك لا، هو الموضوع مش هيسكت كده، مش تكمل كده. الولايات المتحده الامريكيه اول ما لقت ان اسرائيل خلاص تعمل بقى في الحرب، قالت لك لا لازم اتدخل. فهروح لمين؟ هروح لمجلس الامن واضغط عليه واقول له ما تقترح عليهم يعملوا هدنه مدتها شهر. طب انت عايز تعمل هدنه مدتها شهر ليه؟ يقعدوا يتناقشوا ويتفاوضوا كده، مش كل حاجه حرب، مش كله بالضرب، ممكن نقعد ونتكلم. طب خلاص هدنه شهر. طب العرب او بما فيهم الجيش المصري خلاص تمام موافقين. طب الاسرائيليين موافقين كده. طب وامريكا غرضها ايه؟ لا امريكا غرضها ان هي تدي ريست لمين؟ لاسرائيل، وتقوم في نفس الوقت دعمها في الخفا كده عشان ترجع تسترد قوتها، فيرجع مين ما يلتزمش بالهدنه؟ اسرائيل، فتتحول او اليهود، فيتحول ساعتها النصر يا اولاد من ايه؟ من انتصار الى هزيمه، من انتصار الى ايه؟ الى هزيمه. طيب ده نتج عنه ايه؟ قال لك ساعتها انهزمت الجيوش العربيه في حرب فلسطين. طيب وده ترتب عليه ايه؟ قال لك ترتب عليه ان اليهود سيطروا على جميع اراضي فلسطين بس ما عدا 3 اجزاء. اول حاجه قطاع غزه كانت اداره مصريه تحت ادارتنا. ضفه غربيه قوات اردنيه. القدس اتقسمت ما بين العرب واليهود. مش بس كده، قال لك فاتت الايام وعدت السنين وقامت ثوره 52 وعملنا انجازات وفرحنا وهيصنا والدنيا تمام. فجاه مره واحده بنلاقي 3 دول قالوا لك والله ما هنسيب مصر. يا عم في عملت لك ايه يا عم؟ بتحترم نفسك. هيقول لك لا احنا عدوان ثلاثي، احنا فرنسا بريطانيا اسرائيل جايين نحارب مصر سنه 56.
يعني هي مصر عملت لكم ايه يعني؟ ايه مالكم؟ 3-1 مش رجوله، مالك يا عم؟ قال لك لا، مصر زعلتني انا فرنسا. طب زعلتك انت فرنسا ليه؟ قالت لك مصر ساندت الحركات التحرريه بالذات في الجزائر، وهي مالها ومال الجزائر؟ يعني ده السبب اللي زعل مين؟ زعل فرنسا. طيب بريطانيا، قالت لك بريطانيا مصر تجرأت علينا وأممت شركة قناة السويس، ما هي بتاعتنا، بس لا أممتها خدتها مننا مش بمزاجي. طب وإسرائيل؟ إسرائيل قالت لك لا أنا جاي معاهم كده خلاص، أصل أنا إيه، بحب أي نوش أي مشاكل. تمام؟ وفي نفس الوقت أنا عارفة إن مصر ما بتحبنيش، وعارفة إن مصر فاهماني وفاهمة مخططاتي. تمام؟ وكمان عملت صفقة الأسلحة الشرقية، فممكن في أي وقت تهجم عليا، فهاكلها قبل ما تاكلني. تمام؟ فاللي حصل إن القوات الإنجليزية والفرنسية قدروا إن هم يخشوا مدينة بورسعيد بالفعل. تمام؟ وما قدروش يخشوا الإسماعيلية. بسبب إيه؟ بسبب شدة المقاومة. وساعتها إسرائيل انتهزت الفرصة ودخلت سيناء. حلمها من زمان قوي بس مش هتطوله. تمام؟ قال لك ايه اللي حصل؟ قال لك العدوان فشل. هو فشل ليه؟ ما بالعقل كده، دول 3 دول فيهم 2 اصلا من قوة عظمى، دول كبيرة، وحتى الحيوان اللي جاي معاهم التالت ده في قوة وراه بتدعمه. هقول لك تعالى احكي لك الحكاية ايه اللي حصل. قال لك ان حصل مقاومة كبيرة جدا من الجيش والشعب وقف، والشعوب العربية كمان وقفت بجانب مصر. مش بس كده، الاتحاد السوفيتي هدد ان هو هيتدخل في العدوان. يعني لو العدوان ده ما وقفش هو هيتدخل. ليه؟ الاتحاد السوفيتي دلوقتي ده كان في الوقت ده كان حليف مين؟ حليف مصر. قال لك في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تمام رفضت استخدام القوة. ايه ده؟ هي مش المفروض ما اقول لك ما هم مع دوك هم؟ ايوه صح انا معاك. هتقول لي امال هم ازاي بترفض اللي هي بتعمل؟ اقول لك لا، ما هي لما راحت الحرب ما خدتش اذن ماما امريكا، فديك هم زعلوا من ديك هم، فديك هم دخلوا الحرب من غير ما يقولوا ديك هم، فديك هم على ديك هم ويولعوا ديك هم كلهم بقى. تمام؟ قال لك طب ايه اللي حصل؟ قال لك التنديد الامم المتحده، والامم المتحده بالله عليك حاجه والولايات حاجه. الولايات هي امريكا، الامم المتحده دي منظمه. تمام؟ قال لك نددت بالعدوان، حاجه يقي وحشه، ده كل حاجه ضدهم. فساعتها ايه اللي حصل؟ قال لك فشل العدوان، وساعتها انسحبت القوات الانجليزيه والفرنسيه من بورسعيد، وانسحبت القوات الاسرائيليه من قطاع غزه سنه 57، واتحط ما بين مصر واسرائيل قوات طوارئ. مش كل ما تيجي على انت اسرائيل انت تلاقي مصر مشغوله في حاجه تقوم على طول نازله واخده سينا. مش كده عيب. تمام؟ قال لك وفي نفس الوقت ان الدول العربيه ادركوا الخطر الاسرائيلي واطمعوا في السيطره على ايه؟ قال لك في السيطره على العالم العربي. عشان كده اتعمل وحده عربيه ما بين مصر وسوريا سنه 58، لكن يا فرحه ما تمت، انتهت سنه 61، بس كان في ما بيننا اتفاقيه دفاع مشترك. طب ايه اللي حصل؟ قال لك اللي حصل فاتت الايام وعدت السنين. تمام؟ واسرائيل قالت لك انا عايز اقضي على قوه مصر. تمام؟ بالذات بعد ما خدنا على قفانا في العدوان الثلاثي. تمام؟ طب هتعملي ايه؟ قال لك ان انا عايز استدرك مصر والدول العربيه لحرب غير مستعده ليها. هي مين اللي مش هيبقوا مستعدين ليها؟ مصر والدول العربيه. طب هعمل ايه؟ قالت لك انا هحشد قواتي على الحدود السورية سنة 67، فمصر أكيد مش هتسكت بحكم اتفاقية الدفاع المشترك اللي ما بينهم. تمام؟ فمصر هتقوم عاملة إيه؟ أول حاجة تعملها إعلان مصر وقوفها بجانب إيه؟ سوريا، تطبيقا لاتفاقية الدفاع المشترك، وإرسال مصر قواتها بسرعة إلى شبه جزيرة سيناء. تمام؟ وساعتها مصر عملت حاجة أنا آسف مش صح.
مصر ساعتها طلبت من قوات الطوارئ الدوليه الانسحاب. امشي. طب انا راجل كبير ما بينكم بحجز وبتاع، لا 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 لا، خد بعضك وامشي. تعال قليل الادب وهيتروق دلوقتي. يا عم طب امشي يا امشي. تمام. فحصل هنا ان هم قوات الطوارئ انسحبت. مش بس كده، جمال عبد الناصر في الوقت ده عمل غلطه كبيره جدا، وهو قام باغلاق ميناء خليج الايه؟ العقبه. اغلق خليج الايه؟ العقبه. قال لك مفيش حد يعدي من هنا. يا عم ده دولي مش بتاع مصر بس. انا بقول لك مفيش حد يعدي من هنا، واللي يعرف يخرجني يفرجني. تمام؟ طيب ده في الاخر هو بيعمل كده، قال لك بيعمل كده لاحكام الحصار على ايه؟ على اسرائيل. هنا الاحكام الايه؟ احكام الحصار الاقتصادي. طب ايه اللي حصل؟ قال لك اللي حصل ان بدات الحرب. تمام؟ ان كل المساعي الدوليه حاولت ان هي تعالج الموقف، تمام، ما بين الدوله العربيه واسرائيل، لكن ايه؟ في صباح 5 يونيو سنه 67 قامت القوات الاسرائيليه بغارات مفاجاه على المطارات المصريه وبدات الحرب. النتيجه ايه؟ خسرنا واسرائيل كسبت. حلوه. تمام؟ طب ايه اللي حصل؟ قال لك اسرائيل استولت على ايه بقى؟ قطاع غزه، سيناء، حتى الضفه الشرقيه لقناه السويس، هضبه الجولان بسوريا، مدينه القدس العربيه، الضفه الغربيه لنهر الاردن. طب ايه اسباب الهزيمه؟ قال لك 4. قال لك في الوقت ده دي حاجه ما ننكرهاش، ان كان في تفوق عسكري اسرائيلي، تمام، وبصفه خاصه السلاح الجوي كانوا متقدمين عننا، واستخدام اسرائيل عنصر المفاجاه ان هم ضربوا المطارات، تمام، بعد ما صورت اجهزه التجسس الامريكيه المطارات. طب ايه تاني؟ قال لك مسانده الولايات المتحده الامريكيه وبعض الدول الاوروبيه لاسرائيل، ساندوها ايه؟ عسكريا واقتصاديا وسياسيا. ماما بقى. تمام. قال لك ايه تاني؟ قال لك نقص التدريب وعدم توافر الاسلحه المتطوره للقوات المصريه. طب ايه اللي حصل؟ قال لك بيظهر هنا مجلس الامن، وقرار مجلس الامن 242 مهم جدا. لازم يكون في الامتحان 2026 ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. طب ايه اللي حصل؟ قال لك قرار مجلس الامن 242 او 242 اقراه زي ما انت عايز، المهم ان انت تبقى عارف نصوصه. قال لك اول حاجه انهاء حاله الحرب بين العرب واسرائيل، بين العرب والايه؟ واسرائيل، وحريه الملاحه في الممرات الدوليه، وحريه الملاحه في الممرات الايه؟ الدوليه، احترام سياده الدول في المنطقه على اراضيها، محدش يعتدي على ارض التاني، وهنعمل مناطق منزوعه السلاح مفيش فيها اسلحه. انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي التي احتلتها سنه 1967. مين يوافق؟ مصر. مين يرفض او امتنعت؟ اسرائيل. ده حلمها، ده كان نفسها في حته خدت لوكشه. تمام؟ فامتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الامن، فهنا رفضت. طيب قال لك دلوقتي هنعمل ايه؟ قال لك هنعمل اعاده بناء القوات المسلحه، اعاده بناء القوات الايه؟ المسلحه المصريه. قال لك حرصت القوات المصريه او القياده المصريه على اعاده بناء القوات المسلحه اللي هو الجيش المصري. فعملت ايه؟ قال لك على اسس جديده هتقوم على هتقوم على الاختيار والتدريب وكمان التسليح. فبندخل في مرحلتين جداد، مرحله الصمود والتصدي ومرحله حرب الاستنزاف. قال لك مرحله الصمود والتصدي ان هو بنتصدى تصدي القوات المصريه للاعتداءات الاسرائيليه، بنقف في وشهم، بنحمي نفسنا. فحصل في الوقت ده معركتين او حدثين مهمين جدا، معركه راس العش ونجحت فيها القوات المصريه من هزيمه القوات الاسرائيليه لما حاولوا يخشوا مدينه بورفؤاد، رجعناهم واكلين علقه. طب ايه اللي حصل؟ قال لك بعدها خدناهم قلم محترم جدا لما دمرنا المدمره الاسرائيليه ايلات بالصواريخ البحريه سنه 67. طيب بعد كده قال لك تم حرب الاستنزاف. ايه اللي حصل فيها؟ قال لك الهدف من الحرب دي هو استنزاف طاقه العدو.
تمام، الاسرائيلي في سيناء. فقامت مصر في المرحله دي ببناء حائط صواريخ على الضفه الايه؟ على الضفه الغربيه لقناه السويس. وده منع اختراق الطائرات الاسرائيليه، منع اختراق الطائرات الايه؟ الاسرائيليه. وفي نفس الوقت كان في الوقت ده في حرب الاستنزاف كان في قصف مستمر بالمدفعيه على خط بارليف على طول قناه الايه؟ السويس. وبكده الولايات المتحده قالت لك لا لا ده الدنيا بتتقلب، انا لازم اتدخل كعادتها. فاتدخلت المره الثانيه زي ما اتدخلت سنه 1948، وساعتها وزير الخارجيه بتاعتها كان اسمه روجرز، واتعمل مبادره باسمه مبادره روجرز، تمام، لوقف اطلاق الايه؟ النار وحل النزاع سلميا. طب بس في خلال المرحله دي احنا خسرنا ثعلب الصحراء هو عبد المنعم رياض، كان رئيس اركان الحرب القوات المسلحه، وكان من اهم الاعمده اللي كان بيعتمد عليها الرئيس جمال عبد الناصر في اعاده وبناء وتنظيم القوات المسلحه، لحد ما بنوصل لسنه 1970 في شهر سبتمبر ونفاجأ بخبر صادم، وهو وفاه الرئيس جمال عبد الناصر، اللي ياتي من بعده ويتولى قياده هو محمد انور السادات. محمد انور السادات اتولى الحكم وقال لك انا متولي الحكم وفي حاجات كتيره جدا، في خلافات خارجيه ما بيننا وما بين الدول، بعض الدول العربيه، وما بيننا وما بين بعض الدول الاخرى. الاتحاد السوفيتي بيماطل فينا وما بيديناش اسلحه، الدنيا بايظه داخليا، مفيش استقرار اقتصادي، تعبان، الجيش لسه بيقوى عشان يقدر يقف، ارضي مسروقه مني. فانا قدام تحدي كبير، يا ترى محمد انور السادات هيقدر يقف قدام كل ده ويحل كل ده؟ اقول لك لان الراجل ده حرفيا عقليه لا يستهان بها، عقليه كبيره جدا. طب تعالى نشوف الراجل ده عمل ايه عشان يقدر يرجع ارض سيناء كلها كامله لمصر ويحقق الانتصار العظيم حرب اكتوبر. قال لك ايه اللي حصل؟ قال لك ابتدت حرب اكتوبر سنه 1973. الاطراف ما بين مين؟ مصر وسوريا واسرائيل. طب ايه الاسباب؟ قال لك انت عندك سببين مهمين جدا لو جه اسالك عليهم. قال لك اسرائيل رفضت كل النداءات السلام، يا جدعان رجعوا الارض بالسلام، انسحبوا، حلوها سلميا، اقعدوا وتفاوضوا. لا، ما بعملش سلام مع الناس دي. طيب خلاص هيحاربوك، لا ولا يحاربوا، لا حرب لا سلام، لا حرب لا ايه؟ لا سلام، لا والنبي، لا كده ولا كده، خلاص كده. قال لك لا حرب ولا سلام، يعني احنا لا تقرصيني ولا عايز عسل منك، اتكلوا على الله. تمام. فرفضت كل نداءات الايه؟ السلام، ورفضت ان هي تنسحب من كل الاراضي اللي هي احتلتها بموجب قرار مجلس الامن 242 او 242. قال لك ومصر وسوريا كانوا مصرين على ازاله اثار النكسه سنه 1967. فابتدى يحصل استعداد للحرب. طب ايه الاستعداد للحرب؟ قال لك تهيئه واعداد الجبهه الداخليه. طب عن طريق ايه؟ قال لك اول حاجه محمد انور السادات رافع الرقابه عن الصحف، رافع الرقابه عن الايه؟ الصحف، وكمان هعمل دستور جديد اسمه دستور 1971 هلغي الحراسات والاجراءات المقيده للحريات. مش بس كده، هقضي على مراكز القوه. هو مين مراكز القوه دول؟ كلمه في سرك، مجلس قياده الثوره. كان في شويه منهم كده وصل للحكم او بقوا بوزارات او مسكوا وزارات في البلد في الوقت ده، فكانوا هم كانوا العقبه اللي بتقف قدام جمال عبد الناصر في بعض الامور. تمام. فهنا تخلص منهم مين؟ محمد انور السادات. بعد ما استقالوا قال لهم تعالوا خدكم رحله في دريم بارك، ومن ساعتها ما حدش يعرف عنهم حاجه. تمام. وابتدى يجهز الجيش وكمان يسلحه باحدث الايه؟ باحدث الاسلحه. مش بس كده، قال لك الجبهه العربيه لازم ان انا اهيئها واجهزها. طب هتعمل ايه؟ قال لك الخلافات اللي بيننا لازم نصفيها ونوحد الصف، نبقى كلنا ايد واحده، وكمان استفيد من كل الموارد والامكانيات العربيه الايه؟ المتاحه. طيب ايه اللي حصل؟ قال لك محمد انور السادات ادى الاشاره ببدء الحرب يوم ايه؟ 6 اكتوبر الموافق 10 رمضان الساعه 2 الظهر
في عز النار، في عز الحر. طب ده نتج عنه ايه؟ قال لك ان هو اول ما بدأوا بضربة جوية. الضربة الجوية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان رئيسنا في وقت من الأوقات، تمام، رحمة الله عليه، تمام. وكان هو في الوقت ده القائد لسلاح الطيران، قائد سلاح الايه؟ الطيران. فقام بضربة جوية حرفيا تدرس، تمام. فقدر ان هو يحطم اعداد كبيره من الطائرات ومعدات عسكريه. وكمان من بعد الحدث ده ابتدت الدبابات والمدرعات والالات العسكريه المصريه تعبر القناه. وبعدها تم تدمير خط بارليف، اسطوره اسرائيل. خط بارليف ده اللي هو عباره عن رمال كده هو عملها، فقال لك ايه ده؟ خط بارليف المنيع، يستحيل حد يقدر يعديه، يستحيل يتزحزح من مكانه. احنا وقعناه بشويه ميه في قد ايه؟ وكما قالها الزعيم محمد انور السادات في 6 ساعات، تمام. قال لك بعد كده، قال لك انتشرت القوات المصريه على الضفه الشرقيه لقناه السويس، واترفع العلم المصري. ده كده عسل قوي. طب في سوريا قال لك نفس الكلام، بدأوا أول حاجة بالعمليات الإيه؟ الجوية. بعدها ابتدوا يدمروا خط ألون، نفس الخط اللي كان معمول عندنا اللي هو كان اسمه خط بارليف. ودارت معارك جوية جامدة جدا ما بين الطيران الإسرائيلي والطيران المصري. وفي الآخر إسرائيل لقت نفسها بتخسر من كل النواحي، سواء على الجبهتين، الجبهة المصرية أو الجبهة الإيه؟ السورية. طب ايه اللي حصل؟ قالت لك لا، الولايات المتحده اسرائيل بتروح مني، خلاص يا جماعه، طب اعمل ايه؟ طب اسوي ايه؟ قالت لك لا، انا لازم ادعمها دعم عسكري ودعم سياسي ودعم اقتصادي. طب قصاد ده قال لك اخواتنا وحبايبنا الدول العربيه، قالت لك انا كمان هدعم مصر عسكريا وماليا وسياسيا. فبعض الدول قدمت دعم عسكري بس، زي العراق، الجزائر، ليبيا، الاردن، المغرب، السعوديه، السودان، الكويت. في منهم بالدول دي قالت لك انا مش هقدم كمان دعم عسكري بس، انا هحاول كمان اقدم لهم دعم مالي. زي مين؟ زي السعوديه. زي مين تاني؟ زي الجزائر. زي مين تاني؟ مفيش تاني كده. عندك الايه التالتة اللي براهم هي الايه؟ الامارات. الامارات قدمت دعم ايه؟ دعم مالي. طيب سياسيا قال لك ساعتها اجتمعوا وزراء النفط ووزراء البترول، تمام، وخدوا قرار بعد ما قعدوا مع بعض في الكويت. قال لك احنا هنقلل الانتاج البترولي وهنحظر الصادرات النفطيه على الولايات المتحده الامريكيه عشان نضغط عليهم يوقفوا مساعدتهم لاسرائيل. انت مش كل ما نيجي نتقدم خطوه انت تقومي داخله مطبطبه ومقوياها وتقلبي الموازين، لا، فهنا تقدم الدعم، تمام. قصاد ده امريكا عملت ايه؟ امريكا لوحدها ابتدت تعمل جسر جوي في الجو عشان تقدر تقدم مساعدات عسكريه لاسرائيل. قدمت لها معلومات عسكريه كانت بسبب المعلومه العسكريه دي هتقلب موازين الحرب من انتصار لهزيمه، ان هي ادتها معلومات عن ثغره اسمها ثغره الدفرسوار. طب ماليا طبعا قدمت مساعدات ماليه ضخمه. طب سياسيا قالت لك ابتدت تتدخل مع الدول الاعضاء في مجلس الامن. يا مجلس يا امن، انت اللي في ايدك القرار، مصر دايما بتسمع لك وبتكبرك، ادي قرار زي ما اديت قرار قبل كده. مصر نفذته وقبلت بيه واسرائيل ما نفذتوش وما قبلتش بيه، بس معلش ادي قرار. قال لك خلاص قرار 338 او 338 قال لك ان احنا هنوقف جميع الاعمال الحربيه من يوم 22 اكتوبر 73 وهتبدا المفاوضات ما بين مصر واسرائيل. طيب ايه اللي حصل؟ قال لك اللي حصل ان هتبدا المفاوضات. طيب بس قبل ما ابدا في المفاوضات واحكي لك الحكايه بتاعتها عن المفاوضات ما بين مصر واسرائيل او الصراع العربي الاسرائيلي، محتاجه تركيز معاه شويه، بس لازم في شخصيات مهمه هو دايما بيجي يسالك عنها وبيركز عنها. اول حاجه انت عندك المشير احمد اسماعيل. المشير احمد اسماعيل ده كان مدير للمخابرات العامه، ده رقم واحد. وظيفته اللي كانت قبل كده كان مدير المخابرات العامة. بعد كده أصبح وزيرا للحربية، ده رقم 2. بعد كده كمان أصبح كمان قائد للقوات المسلحة، وكمان اتولى القيادة العامة للقوات المسلحة، ده كده 4.
على الجبهة المصرية والجبهة السورية. كمان ابتدى يخطط وينسق على الجبهتين المصرية والسورية. عمل ايه تاني؟ قاد خطة الخداع الاستراتيجي. خطة الخداع الايه؟ الاستراتيجي. الراجل ده حصل في النهاية على اعلى الأوسمة العسكرية وهو وسام نجمة سيناء. طب بعد كده قال لك سعد الدين الشاذلي. اختاروا ساعتها مين؟ الرئيس الراحل محمد انور السادات رئيسا لأركان الحرب. قال لك ايه اللي حصل؟ قال لك ساعتها ان الراجل ده شارك مع القادة العسكريين في تطوير القوات المسلحة. طيب وعمل خطة عبور القناة. حلو. وقال لك وعمل خطة تدمير خط بارليف. ده جميل جدا. قال لك بس تم تكريمه امتى؟ في الذكرى 39 من حرب اكتوبر. فخد حاجة اسمها قلادة الايه؟ قلادة النيل. طيب عبد الغني الجمصي قال لك ده كان رئيس هيئة العمليات القوات المسلحة. تمام. الراجل ده عمل دراسة عن أنسب الأوقات للحرب وأنسب التوقيتات للقيام بالعمليات الهجومية على إسرائيل. يهاجموا إمتى؟ سواء على الجبهة المصرية أو الجبهة السورية. الراجل ده أصبح رئيس أركان حرب القوات المسلحة سنة 73. طيب إيه الدروس اللي إحنا هنتعلمها من حرب أكتوبر؟ حرب أكتوبر هي نقطة تحول ما بين الصراع العربي الإسرائيلي. اثبت ايه؟ ان منطق القوه لا تمنح سلاما. وهنا تحطم اسطوره الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر. مفيش حاجه اسمها لا تقهر ولا تهزم ولا لا تهزم. ده لا، عادي بتخسر وبتاخد على عينك وبنديك بالجزم. تمام. واعاده الثقه للمقاتل الايه؟ المصري العربي. قال لك هنا حصل تقويض. يعني ايه تقويض؟ يعني هدم. هدم ايه؟ قال لك هدم اسس العقيده القتاليه للقوات الاسرائيليه. انتهاء نظريه الامن الاسرائيليه. ما فيش حاجه اسمها انا اسرق وانهب واعتدي على اراضي الغير وانا هعيش في امان طول ما انا قوي. لا، ما فيش حاجه اسمها خطوط دفاعيه قويه. لا، بشويه ميه جبناهم لك على الارض. تمام. زي ما حصل في خط بارليف. تمام. ما فيش حاجه اسمها لا حرب لا سلم. انهاء حاله اللا حرب وحاله اللا سلم. نقعد ونتفاوض. نقعد وايه؟ ونتفاوض. تمام. وان منطق القوه مش هيديك السلام، مش هيمنحك الامان. هنا ظهرت اهميه استخدام سلاح الايه؟ سلاح النفط. لما جم زعماء العرب ضغطوا على الولايات المتحده الامريكيه، وكمان اثرت في العلاقات ما بين اسرائيل وما بين بعض الدول المحبه للسلام. انت لو رفضتي يبقى العيب فيكي بقى. تمام. في اسيا وافريقيا واوروبا. دلوقتي يا اولاد بنتكلم على الصراع العربي الاسرائيلي ازاي بقى هيتحقق. اول حاجه ان احنا بنبتدي بالتفاوض بعد الانتصار العظيم في حرب اكتوبر. فبيجي الرئيس محمد انور السادات قال لك انا هعمل مبادره اللي هي مبادره الرئيس السادات لزياره اسرائيل من اجل الايه؟ من اجل السلام. تمام. فساعتها نادى الرئيس محمد انور السادات بالسلام العادل لكل شعوب المنطقه. تمام. ودعا العالم كله ان هم يساندوه في التطلع للسلام. بعد سلسله من الحروب ما نبنى فيها الا استنزفنا كل طاقتنا، سواء الموارد البلاد البشريه او الماديه. فحصل بعد كده مؤتمر اسمه مؤتمر كامب ديفيد، اللي دعا عليه الرئيس الامريكي في الوقت ده كان اسمه كارتر. دعا فيه الرئيس المصري محمد انور السادات ورئيس وزراء اسرائيل اللي هو بيجن لعقد اجتماعات في كامب ايه؟ في كامب ديفيد. نقعد مع بعض في كامب ديفيد كده في الولايات المتحده الامريكيه نتفاوض مع بعض. في النهايه وصلوا لايه؟ وصلوا لمعاهده السلام. هي البطل بتاع الدرس ده. طيب معاهده السلام ما بين مين ومين؟ مصر واسرائيل. طب برعايه مين؟ الولايات المتحده الامريكيه. اهم نصوصها ايه؟ قال لك بسم الله الرحمن الرحيم كده رقم 1: اسرائيل لازم تنسحب انسحاب كامل من سيناء. وده نفس قرار مجلس الامن 242. قال لك طيب في نفس الوقت انهاء حاله الحرب ما بين مصر واسرائيل وحل المنازعات بطرق سلميه. تمام. قال لك طب رقم 3: قال لك احترام كل طرف لسياده واستقلال الطرف الايه؟ الطرف الاخر. طب بعد كده قال لك اقامه علاقات وديه. العلاقات دي سواء بقى سياسيه، اقتصاديه، ثقافيه ما بين الدولتين. هنعمل مناطق محدوده السلاح على جوانب الحدود. تمام. ونحدد فيها عدد الاسلحه وكمان القوات. احترام حريه الملاحه في الممرات الدوليه. مفيش حاجه اسمها اغلاق موانئ.
تمام. البدء بالمفاوضات عشان انشئ حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفه الغربيه وقطاع غزه. التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن اللي هو 242. انت عندك هنا كم عنصر مربوطين وبيؤكدوا على قرار مجلس الامن اللي هو في الاخر رجعوا لقرار مجلس الامن 242. انسحاب الاسرائيلي من سيناء ادي واحد. قال لك في نفس الوقت احترام طرف لسياده واستقلال الطرف الاخر، دي رقم 2، ده نفس قرار مجلس الامن 242. قال لك في نفس الوقت احترام حريه الملاحه، نفس الكلام. وفي الاخر ختمها لك التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن 242. طيب قال لك بعد كده، قال لك تم رفع العلم المصري فوق شبه جزيره سيناء بالكامل سنه 82. تمام؟ ما عدا طابه على راس خليج العقبه. طيب ايه اللي حصل؟ قال لك اللي حصل ان الزعيم محمد انور السادات تم اغتياله لياتي من بعده مين؟ لياتي من بعده محمد حسني مبارك، وتبدا صفحه جديده لمصر ان احنا نحاول نستعيد طابه. هم يقولوا بتاعتنا واحنا نقولوا بتاعتنا، وهم طبعا اساتذه في التزييف. فايه اللي حصل؟ قال لك خلاص نلجا للتحكيم الدولي وكل واحد يقدم اثباتاته. وفي النهايه حكمت المحكمه الدوليه، تمام، بان في شهر سبتمبر سنه 88 حكمها لصالح مصر. وبالفعل رجعت طابه لمصر في مارس 89 في عهد الرئيس محمد حسني مبارك. طيب قال لك ايه اللي حصل بعد كده؟ قال لك اتعمل مؤتمر اسمه مؤتمر مدريد للسلام سنه كام؟ 91، عشان يحلوا الصراع العربي الاسرائيلي على ضوء قرارات الامم المتحده مجلس الامن. وعلى اساس ده ان المبدا اللي قام في المؤتمر ده على اساس الارض مقابل الايه؟ مقابل السلام. تمام؟ فاتعمل المؤتمر في مدريد عاصمه اسبانيا سنه 91 برعايه كل مين بقى؟ الولايات المتحده. ركز في المعلومات دي، الولايات المتحده والاتحاد الايه؟ السوفيتي. وصلوا في الاخر ايه؟ نتج عن ده ايه؟ قال لك النتج عن ده اتفاقيه اوسلو. طيب فقال لك اتفاقيه اوسلو دي كانت ما بين منظمه التحرير الفلسطينيه واسرائيل، وكانت المفاوضات بشكل سري. طب موقف مصر ده المهم، ان مصر ايدت الاتفاقيات واللي حصل من الاتفاقيات، اي اتفاقيه، تمام، تتعلق بانسحاب اسرائيل من الاراضي. مصر موافقه على اي قرار ما دام اسرائيل هتنسحب من الاراضي المحتله، وهتتعمل سلطه وطنيه للفلسطينيين او لفلسطين. طيب ايه مزايا تحقيق السلام؟ لما يبقى في سلام هيكون في استقرار داخلي للبلاد. السؤال ده مهم، هام جدا. ايه مزايا تحقيق السلام؟ الاستقرار الداخلي للبلاد، دفع عجله التنميه الاقتصاديه وكمان الاجتماعيه، اصلاح البنيه الاساسيه، هشجع الناس على الاستثمار وتشجيع رؤوس الاموال العربيه والاجنبيه على الاستثمار في مصر. في نفس الوقت هنشط حركه السياحه، فلما تنشط حركه السياحه هيزيد الدخل القومي، هيبقى عندي عملات اجنبيه، هعمل مشروعات وطنيه، انا مالي اعترفت كده هعمل مشروعات وطنيه هحقق بيها تنميه اقتصاديه، هوفر بيها فرص عمل. صلي على رسول الله. دلوقتي بقى اولادنا وحبايبنا بنتكلم على اخر جزئيه معانا في نص منهج التاريخ، وحرفيا بنهايه الدرس ده بيكون خلص التاريخ حرفيا. تمام؟ بنتكلم على ثوره 25 يناير و30 يونيو. تمام؟ ونشوف الاحداث اللي حصلت فيهم. قال لك اول حاجه ثوره 25 يناير سنه 2011 تعتبر هي ثوره فريده من نوعها. ليه؟ قال لك استخدمنا فيها الشبكه الدوليه للمعلومات، الانترنت، وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيره، اللي هو في الوقت ده كان تويتر. تمام؟ الثوره ما كانتش وليده هذا التاريخ، ما بداتش من التاريخ ده زيها زي ثوره 23 يونيو. قال لك ده بدات من وقت كان في حركات سياسيه واحتجاجيه رفض، تمام، سبقت الثوره. قال لك ايه اللي حصل؟ قال لك ان اي ثوره قلت لك لها اسباب وليها اهداف. قال لك الاسباب بتاعت الثوره اللي اول حاجه حصل تدهور اقتصادي. ايه اللي حصل؟ قال لك كان في سياسه اسمها سياسه الانفتاح. سياسه الانفتاح، انا عندي انفتاح اقتصادي، بنفتح اقتصاديا، بيبقى فيه استيراد وتصدير، بس هنا بدون ضوابط علميه. اللي عايز يدخل يدخل، اللي عايز يخرج بقى، وكله بيشرب شاي بالياسمين. تمام؟ قال لك في نفس الوقت التطبيق غير السليم لسياسه الخصخصه.
ازاي؟ ان انا ببيع مؤسسات، مصانع، شركات تابعه للحكومه للدوله، بس ببيعها باقل من سعرها الحقيقي لصالح فئه معينه من رجال الاعمال. وده هينتج عنه ايه؟ قال لك ارتفاع الاسعار، تجمع الاف العاملين بعد خروجهم بنظام التقاعد المبكر، المعاش المبكر، فبقى الواد وابوه بيدوروا على شغل. تمام؟ وانضمامهم لصفوف البطاله من الشباب. طب ايه تاني؟ قال لك سوء الاوضاع الاجتماعيه. طب ايه اللي حصل؟ قال لك حصل فوارق اجتماعيه كبيره ما بين طبقات المجتمع، وفي نفس الوقت غابت العداله الاجتماعيه في توزيع الثروات. طيب ايه تاني؟ قال لك حصل تدهور في الاحوال الصحيه والخدميه والتعليميه، الدنيا كانت بايظه. استمرار العمل بقانون الطوارئ من وقت ما تولى الرئيس محمد حسني مبارك الحكم، ومصر مطبق عليها قانون اسمه قانون الايه؟ الطوارئ، اللي مطبق من سنه 81. قال لك في نفس الوقت تزوير الانتخابات البرلمانيه ليفوز حزب الحكومه اللي هو الحزب الوطني باجمالي مقاعد 97%، فكده يخلو البرلمان من اي معارضه، مفيش معارضه. طيب ايه اللي حصل؟ قال لك اللي حصل ان هم اختاروا يوم 25 يناير وبدا الاحتجاج والتظاهر. طب المكان ابتدى من ميدان التحرير في القاهره، تمام، وبعد كده انتقل للميادين في الاسكندريه والسويس والمنصوره ومعظم الميادين المصريه. استمرت الثوره قد ايه؟ 18 يوم، وحصل خلالها احداث كتيره جدا. حصل اضطراب امني، ما كانش فيه امن في البلد. تمام؟ فبالتالي المجتمع المصري قرروا ان هم هيتجمعوا مع بعض وهيعملوا ما يعرف باسم اللجان الشعبيه عشان يحموا المناطق، تمام، والمنشآت، وفي نفس الوقت يواجهوا اعمال السرقه والحرق والترويع اللي هم بيرهبوا الناس ويخوفوهم. تمام؟ قال لك في نفس الوقت اللي هو تم الاستعانه بالقوات المسلحه. طب ليه؟ قال لك حمايه وتامين الممتلكات، المحافظه على امن المواطنين. طب موقف النظام مبارك في الوقت ده اتخذ بعض الاجراءات. قال لك ان هو ابتدى يعين ليه نائب للرئيس، تمام، وابتدى في نفس الوقت ان هو يشكل حكومه جديده، بس ده ما كانش كافي للشعب. تمام؟ لحد ما في النهايه تخلى الرئيس مبارك عن الرئاسه 11 فبراير 2011، وتم تسليم اداره شؤون البلاد للمجلس الاعلى للقوات المسلحه. طيب بعد كده قال لك فاتت الايام وعدت السنين، تمام، وبنيجي سنه 2012 بتحصل انتخابات رئاسيه ويفوز فيها الرئيس محمد مرسي تبع حزب النور والعداله، او مرشح حزب النور والعداله. لكن السياسه الجديده ما حلتش مشاكل، دي زودتها. تمام؟ فالشعب شعر ان العداله الاجتماعيه لسه ايه؟ مش موجوده، والاحوال الاقتصاديه بتزيد سوء. طب ايه اللي هيحصل؟ قال لك ابتدت تتدخل القوات المسلحه، واعلنت بيان 23 يونيو 2013 وضحت فيه ان المسؤوليه الوطنيه والاخلاقيه للقوات المسلحه تجاه الشعب تحتم، يعني تجبره على التدخل لمنع، تمنع مصر ان هي تدخل في نفق مظلم من الصراع والاقتتال والفتنه الطائفيه. يعني كان هيحصل حرب اهليه، واحنا مش هنسيب مصر تخش في حرب ايه؟ اهليه، لان ده نفق مظلم نهايته سودة. تمام؟ قال لك وفي نفس الوقت قالوا لك احنا لازم تجدوا صيغه للتفاهم، تمام، وتوافق على مصالح ايه؟ مصالح الشعب. والكلام ده كله هيكون مدته قد ايه؟ خلال اسبوع. ساعتها قال الرئيس محمد مرسي خلاص وافق على طلب الشعب ان احنا نعمل انتخابات رئاسيه مبكره وننزل في الانتخابات الجديده، تمام، ولو الشعب اختارك تاني او انت فزت تاني يبقى خلاص شرعيتك ومن حقك ان انت تكمل. تمام؟ رفض وتمسك بالشرعيه. فكان هنا ما كانش قدام الشعب غير ان هو يخرج، واجتمعوا في اعداد كبيره جدا في الميادين والشوارع. تمام؟ وهنا تخش في احداث ثوره 30 يونيو 2013. تمام؟ طب ايه النهايه بتاعتها؟ قال لك تم عزل محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، وساعتها استلم السلطه في مصر هنا المستشار عدلي منصور رئيس المحكمه الدستوريه، تمام، لحين اجراء انتخابات رئاسيه. تمام؟ وتم تعديل دستور 2012 واتعمل دستور جديد اسمه 2004، في دستور جديد اللي هو دستور 2014.
واتعمل انتخابات رئاسيه ليفوز بها المرشح عبد الفتاح السيسي، وبتبدا مصر صفحه جديده يا اولاد. بكده ده نكون خلصنا، بس في حاجه مهمه انا عايز اقولها لك. بكده بقى اولادنا وحبايبنا نكون خلصنا شرح وافي لكل منهج التاريخ او نص منهج التاريخ بالظبط لطلابنا طلاب الصف الثالث الاعدادي، وبرضه هينفع اخواتكم طلاب الصف الثالث الثانوي. ممكن تبص عليه بصه كده بسيطه، واتمنى اكون عند حسن ظنكم. وما تنساش تجاوب على الاسئله اللي انا قلتها في الفيديو، وبحبكم في الله. وما تنساش لايك شير سبسكرايب. بحبك يلا.